تعطيل الدراسة ممكن يكون تعطيل الدراسة بسبب سحر أو عين. 50% سحر، 50% عين. تكون عين حاقدة أو حاسدة على الدراسة فتعطل الفهم وتبلد العقل، وإما تكون بسحر مرشوش على الأدوات المدرسية، إما السيالة، إما الكراس، إما الكتاب، أو عند باب المنزل، أو مرشوش في المدرسة، أو مرشوش في الطريق المؤدي إلى المدرسة. فعلى الراقي المحنك الخبير عندما يأتيه شخص ويقول له أن ابني لا يدرس، أو عندما يصل إلى ورقة الإجابة يصبح يبكي، أو يقول أنه يرى الورقة بيضاء، عليه أن يقرأ له آيات حل عقد المخ والعقل والدماغ والقفا والناصية، ويقرأ له آيات الرؤوس، ويقرأ له سورة اقرأ، ويقرأ له سورة الرحمن، وليس كل سورة الرحمن إنما بدايتها، ويقرأ له بداية سورة القلم، ويقرأ آيات حل العقد والأغلال والأقفال بالسحر المرشوش والمعمول. إما يكون معمول بالسيالة أو بالكراس أو بالكتاب أو بأثار أو ملابس هذا الطفل أو البنت، وإما يكون مرشوش كما قلنا آنفا في طريق المدرسة أو في المنزل أو على الأدوات المدرسية.